الأضحية عبادة يتقرب بها إلى الله، ولهذا لا بد فيها من شروط. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، الضأن والماعز، فإن ضحى بغيرها ولو أكثر منها قيمة لم تقبل. الثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعا، وهو في الإبل 5 سنوات، وفي البقر 2 سنين، وفي الماعز 1 سنة، وفي الضأن 6 أشهر. فما دون هذا السن لا يضحى به، ولو ضحي به لم يقبل. الشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، وأصلها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا مخ فيها. هذه أصول العيوب التي تمنع من الإجزاء. الشرط الرابع أن تكون في الوقت الذي يضحى به، فإن ضحى قبل دخول الوقت فهي شاة لحم، وإن ضحى بعد الوقت فهي شاة لحم، إلا لعذر كالنسيان وضياع البهيمة فلم يجدها إلا بعد فوات أيام النحر، فإنه يضحي بعد فوات الأيام ولا بأس. فما هي الأيام التي يضحى بها؟ يوم العيد، عيد الأضحى، من بعد الصلاة، واليوم 11 و12 و13، كلها أيام للذبح، ليلها ونهارها سواء، وإن كان النهار أفضل لأنه أتم للتضحية والتوزيع.